في ناس كتير بتشتكي ان هي ما عندهاش شبكه في التليفون المحمول، وناس تانية بتشتكي ان هي ما عندهاش انترنت. ايه علاقه كل الكلام ده بالمشكله اللي حصلت في سنترال رمسيس او الحريق اللي حصل في سنترال رمسيس؟ تعالى اما اعرفك السنترال ده مهم قد ايه. السنترال ده من اكبر السنترالات في مصر، ومصر بتعتمد عليه بشكل كبير في نقل البيانات داخل مصر. عندك سنترال ده بيخدم عدد كبير قوي من المستخدمين داخل القاهره. طيب، المشكله بقى ان اول لما حصل حريق في السنترال ده اتعطل بالكامل، او الكهرباء فيه فصلت، او هم فصلوا الكهرباء بالفعل في السنترال بالكامل. طيب، هو مفيش بديل للسنترال ده؟ هو في طبعا بدائل كتير للسنترال ده، بس ما حصلش ان اول لما السنترال ده اتعطل الداتا تمشي من، او البيانات تمشي من السنترال رمسيس لاي سنترال تاني. انت عندك في سنترال رمسيس وسنترال معادي واكتر من سنترال موجود، بس المشكله ان السنترال ده سنترال كبير وشايل مستخدمين كتير وبيخدم مستخدمين كتير جوه القاهره، فمفيش سنترالات تانية هتقدر تشيل كميه الداتا اللي داخله جوه السنترال. فطبعا دي مشكله كبيره، والمفروض كانوا يبقى عاملين حسابها ان هم اول لما السنترال يتعطل فالداتا تمشي من المسار الموجود جوه السنترال لمسار احتياطي. فدي المشكله اللي سببت عطل في خدمات كتير زي شبكات المحمول وخدمات زي انستا باي وغيرها من الخدمات. فكل ده اتعطل بسبب المشكله اللي حصلت في سنترال رمسيس.